الله الرحمن الرحيم. حقيقة كنتسائل كنقول واش الأسئلة بعض التعقيبات كتعالج الإشكال المطروح. حنا خصنا إعلام مغربي. المغرب ماشي هو أفغانستان ولا أي بلد آخر. المغرب مستقل هذه 20 قرن و12 قرن مع الإسلام كان قوي. ها واحد جوج، المغرب منفتح، ولكن الواقع هو أن المشكل ماشي المشكل ديال أفغانستان ولا السودان ولا إيران ولا المشكل هو بغاو يرجعوا المغرب ماخور في المكسيك. المشكل هو بغاو يرجعوا المغرب. غنحكي لكم واقعة ديال فيلم داز في القناة باش تعرفوا، لأن حنا انطلقنا من دراسة 130 مادة طيلة شهر أبريل درست من قبل هيئتين داخل وزارة الاتصال واستخلصنا الدروس. المجلس هو في الحقيقة موقر، ولكن غادي نزطم على راسي ونستعمل العبارات العربية الفصحى باش تفهموا شنو داز في التلفازة المغربية. أن الزوج والزوجة كيتفقوا على العامل اللي عنده في البيت باش يربط علاقة غير شرعية مع الزوجة بتشجيع وتحريض من الزوج في حفلة خمرية. هذا فيلم مغربي داز في القناة الأولى أو الثانية أو إحدى القنوات. قابلين هذا الشيء يدوز؟ قابلين أن الظاهر الملكي، الظاهر اللي جا وحدد بدقة شنو خص يكون؟ للأسف الشديد حنا طيب أنا فشار هذا الشيء. الله يخليكم. عندما حصل ذلك الله يخليكم، خليوا السيد الوزير يتكلم. السيدة النائبة. الله السيدة النائبة. السيدة النائبة. السيدة النائبة، نتجاوز الأمر. الله يخليكم. السادة النواب، السيدات، السادة النواب، السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب. يلا تفضلي. نقطة نظام. اعتذار. تسمح السيدة الرئيسة وكنسمح السيد الوزير في مقاطعته والتفاعل معه. ما عندوش الحق يدير لي هاك. هذا سيد خصو مدونة السلوك، ما ملحقوش كيدير لنا هاك وكيدير لنا هاك. السيدة النائبة من فضلك. الله يخليك. طيب فاش وزير وصي على القطاع وهو مؤتمن، هذا الوزير شاف هذا الشيء اش يدير؟ الاعلام مستقل ما يمكنش نتحكموا فيه. شنو الحل؟ اللجوء الى لاهاكا. هذا الشيء اللي درنا. احترمنا استقلاليه الاعلام، احترمنا المقتضيات الدستوريه ومشينا لاهاكا. للاسف واحد كان عنده برنامج كيكلفنا 14 مليار 14 مليون درهم، مليار و400. فاش درنا طلبة العروض نقص ليه ب 350 مليون كتدخل كل يوم نقصات. طبيعي يدير عليا عارضة وانا قابل. انا ربحت للمغاربة 350 مليون، الله يعاون دير عليا حتى 40,000 عارضة. واحد نقص ليه كان كيكلفنا 500 مليون، دخل طلبة العروض ولا 380 120 مليون. دير عارضة وشي الجرائد ما عنديش اشكال. المهم هو اني نكون انا مع المغاربة مرتاح. حملوا لي واحد الامانه غادي نشتغل فيها. هذا هو المنهج الجديد في تدبير الشأن العام. كنصلحوا خطوه خطوه. فاش قلت برامج التعدديه حققنا فيها تطور، انا متفق مع الاخت اللي قالت القضيه ديال الامازيغيه وقالت القضيه ديال الحسانيه، ونزيدك حتى الفرنسيه. دوزيام في السنه الماضيه يلا 10% ديال اللغه الفرنسيه، واخا دفتر التحملات درنا فيه 20% باش نحافظوا على العلاقه ديالنا مع الجاليه المغربيه. شكون اللي نحاسب؟ تقولوا لي ما ديرش التحكم، ولكن في المجلس الاداري ضروري نطرح هذا المشكل. ضروري نتحدث، لان المجلس الاداري القانون ديال الاتصال السمعي البصري حدد اختصاصات.